هو ليه الفنان احمد السقا طالع مع عمرو اديب وزعلان وحزين وبيتكلم بالشكل ده علشان فيديو محمد صلاح؟ للامانه ما عندوش حق، والسقا غلط امبارح. هقول لكم غلط في ايه وما عندوش حق في ايه، والشخصيه الحقيقيه لاحمد السقا ايه، بعيدا بقى عن النجوميه والشهره والاضواء. يلا بينا. الحبايب مساء الخير. لاول مره يمكن من 17 سنه، ويمكن ديت مده علاقتي باحمد السقا، اشوفه في هذه الحاله من الحزن لما طلع، والانكسار والضعف يعني. طلع مع عمرو اديب وهو بيبرر للناس ليه هو عمل الفيديو بتاع محمد صلاح والموجه لليفربول. وانا قلت هو ما عندوش حق وغلط غلطه كبيره امبارح. غلط لان المفروض ما كانش يطلع ويظهر ضعفه ده للناس اللي شتمته واهانته، وما كانش ينفع ان هو يبرر لهذه الناس ده. وانا بتكلم على الناس اللي شتمت وتطاولت، مش الناس اللي انتقدت. لان الناس اللي انتقدت وقالت مثلا الفيديو ما عجبناش، لا ايه العك اللي بيعمله السقا ده مثلا، او لا الانجليزي بتاع السقا وحش، او السقا عايز يركب ترند، هقول لكم متقبل. لكن انك انت تطلع تهين هذا الشخص وتهين اهله، ويعني تتطاول على ابوه رحمه الله عليه وتتطاول على امه واخواته، لا ده شيء لا يقبل خالص. والمفروض ان السقا ما كانش يطلع بهذا الشكل وهذا الضعف، لا بالعكس، لا سيبك منهم خالص، لان هؤلاء الاشخاص هم اشخاص يعني غير مسؤولين وغوغائيه، وعندهم من الجهل اللي خلاهم ان هم يشتموا ويتطاولوا واحد لمجرد بس ان عقله هداه ان هو يعني مش لاقي حاجه يدعم بيها ابن بلده ويمكن صاحبه او معرفته بيه كويسه غير ان هو يعمل فيديو. لان من المنطلق، عارفين انتوا المثل اللي بيقول ضربونا جامد واحنا شتمناهم؟ يعني ليفربول جاي على محمد صلاح وعمال يضرب فيها، واحنا كلنا يعني متضايقين عشان محمد صلاح. احنا في ايدينا ايه؟ يعني زي واحد ضربنا واحنا مش عارفين نعمل فشتمناه. فهو الراجل طالع تمام، هو ده اللي في ايده يقدر ان هو يعمله لاحمد السقا. طيب حاجه تانية، هل السقا متعمد يعني يركب ترند؟ والله ابدا، اقسم بالله العظيم السقا اكتر واحد يعني ما يعرفش السوشيال ميديا، ولا في دماغه انه يركب ترند نهائي نهائي. يعني الصفحه بتاعته مش ولا بيديرها. ده دي حاجه. طب الحاجه الثانيه، هل مثلا السقا مثلا بيعمل لقطه خالص؟ اللي يعرف السقا عن قرب، وانا والله انا اعرفه، ولكن اقسم بالله لا في مصلحه بيني وبينه. لان انا عمري في حياتي اشتغلت مع السقا، ولا في عمري في حياتي مخطط ان انا اشتغل مع السقا، ولا خدت مليم من السقا، ولا في دماغي اخد مليم اكتر من كده ايه. ولكن انا اعرفه عن قرب، فانا عارف ان هذا الشخص لا يدعي الجدعنه، لا يدعي يعني الشهامه. الراجل ده بينزل يدفن صحابه، بينزل القبر كده ويشمع ويدفن يعني الراجل ده اقسم بالله ما فيه فنان مرض في مصر وراح مستشفى الا لما السقا كان يبقى مع الدكتور، ولو سمح لي انه يدخل عمليات هيدخل عمليات. انتوا عايزين اكتر من كده؟ يعني فهو يعني مش طالع امبارح ياخد لقطه او اول امبارح ياخد لقطه من محمد ابدا. هو كل الحكايه هو متضايق جدا ومتغاظ، لان هو كروي جدا بالمناسبه، هو متابع جيد للكوره يعني، ومش عارف يعمل ايه، فقال لك ندعمه بكلمتين. الراجل في لحظه ضعف. لكن تعالوا شوفوا بقى التطاول. طيب السقا عمل ايه؟ ما بيتكلمش انجليزي كويس، فناس قالك يعني انت فاشل حتى في الانجليزي زي ما انت مش عارف فاشل في ايه؟ ايه ده؟ انتوا مولودين مثلا في نيو جيرسي؟ هو انتوا ليه عندكم عقده الخواجه؟ هو السقا طلع مثلا وقال لك انا اجدع من دينا داش في الانجليزي؟ خالص. الراجل بيتكلم انجليزي عادي جدا، ان هو مصري ومولود في مصر وابوه وامه مصريين واتعلم في مدارس مصريه، فطبيعي ان الاكسنت بتاعته تبقى مش عادي، وممكن تكون الجمل يعني مش جامده جدا عادي. طيب ليه لما الخواجه يجي مصر هنا ويتكلم مثلا عربي مكسر فاحنا كنا نضحك ونعجب بيه جدا، يا سو كيوت، يا جميل جدا، يا ده يقول يا حبيبي، انا هوريزا يقول يا مش عارف يا خواوشي، يا حلو قوي، حاجه جميله خواوشي حلو قوي. ولما احنا نتكلم انجليزي مكسر فاحنا نبقى لا فلاحين وجايين من ورا الجاموس. انا لا مؤاخذه يعني، وطبيعي. وما قلتش اللي بيتكلم اكسن صح جدا ان هو وحش، لا زي ما تحب. وبس مش فنان عالمي يعني هو ما قالش مثلا انا رايح العالميه فهيفضحنا هنا خالص. مش محمد كريم يعني، مش عمر الشريف خالص. الموضوع بسيط، راجل فنان مصري، او حد يجي يقول لك اصل هو قال الميجا ستار. طبعا ميجا ستار، واللي مش شايف كده يبقى اعمى. الراجل ده من 97 وهو نجم، من 97 وهو نجم اسمه على الافيش، والشركات بتاعت الانتاج بتكسب من وراه ملايين وبتجيبه لحد دلوقتي، وقليل لما فيلم يجلي منه.
والراجل لما نزل سوق الدراما لا جاب يعني الحصان الاسود بقى وخطوط حمراء، لا عجاب. فليه ما يقولش عن نفسه ميجا ستار؟ وايه اللي ضايقك لما هو يقول عن نفسه ميجا ستار؟ عايز اقول لك على حاجه، اطلع قول لا يا سقا انت مش ميجا ستار عادي جدا، لكن ما تقولش يا سقا انت ابن 60 كذا ما انت مش ميجا ستار، لا عيب. كل الدعم للسقا وكل التقدير ليه، وانا تاني وتالت ورابع. انا يعني انا قلت لك على الخاص بيني وبينك يا استاذ احمد يا سقا، ما ينفعش ومالكش حق ان انت تطلع يعني تعبر عن حزنك وتطلع بهذا الانكسار قدام الناس. فانا هقولها تاني دلوقتي بس قدام الجمهور كله، لا انت غلطت لما طلعت، خليك قوي وطول الوقت انت يا جبل ما يهزك ريح زي ما انت قلت لصلاح، بس قولها لنفسك بقى. شكرا.